الدنيا هي جند من جنود الله، بل ومن عباد الله، زيها زي الجنة، زي السماوات والأرض، زي الشمس والنار، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ربنا بيكلمهم مباشرة: يا جبال أوبي معه والطير. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ربنا بيتكلم معهم مباشرة، فهم مخلوقات من مخلوقات الله. وفي حديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. بيتكلموا هم مخلوقات لله زيك بالظبط، الفرق إن هم مسيرين وإنت مخير، إنت مكلف وهم غير مكلفين، فهم عباد لله. فما تفصلش عبد عن سيده. اوعى تحب الدنيا ولا تحب الجنة أكتر من ربنا، ولا تنشغل بالدنيا ولا بالجنة. انشغل إن ربنا يحبك ويرضى عليك، هيسخر لك جنوده وما يقدروش يكسروا له أمر. زي أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. انشغلوا برضا الله ومحبته فسخر لهم جنوده، منهم الشمس: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ربنا أمر الشمس ميلي عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. والفلوس جند من جنود ربنا، والرزق عموما: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومفيش جندي من جنود ربنا هينفذ أمر إلا لما ربنا يأمره بيه الأول. فما تنشغلش بالفلوس ولا بالدنيا ولا بالجنة، انشغل إن ربنا يحبك ويرضى عليك، فهيسخر لك جنوده ومنهم الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ربنا هيسخر لك الملائكة اللي هم من جنود ويبشروك بالجنة ويتولوا كل أمورك في الدنيا، بالظبط زي يشوفوا هو عايز إيه وادهوله. وإزاي ربنا يحبك؟ اتذكر في حديث: إن من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن هو بيعمل الفرائض وبيزود عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا لو عايز ربنا يحبك ويرضى عليك زود على الفرائض. ولو ربنا حبك هيسخر لك جنوده اللي منها الدنيا ومنها الفلوس، منها كل حاجة حتى الجنة، وهيخرجك من حولك وقوتك إلى حوله وقوته، فمش هيبقى عندك مستحيل وتدعي من هنا تحصل. وربنا قال لنا في القرآن هو بيحب مين: المحسنين المتقين والمقسطين والتوابين والمتطهرين والصابرين والمتوكلين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وعشان تكون من المتقين لازم تكون من المتوكلين والصابرين والتوابين والمتطهرين والمقسطين، ومش هتعرف تكون من المحسنين إلا لما تكون من المتقين الأول. المحسنين هم اللي بيعملوا الفرائض وبيزودوا عليها نوافل وسنن، والمتقي هو اللي بيعمل الأوامر وبيجتنب النواهي، والمقسط هو العادل، والتوابين اللي هم مهما وقعوا أو أذنبوا بيقوموا تاني وبيكملوا، زي اللي بيجري في سباق مهما وقع بيقوم ويكمل. هوصل يعني هوصل، عارف إن هو لو استغفر ربنا هيسامحه وهيقبله، فهو عمره ما بييأس. والمتطهرين هي كل أنواع الطهارة: طهارة داخلية القلب، طهارة خارجية الجسد، طهارة اللسان، طهارة الظن. والصابرين اللي بيصبروا على مشقة الطاعة وعلى مشقة اجتناب النواهي واجتناب الكبائر. الصابر على البلاء حتى يرفع بالتوبة، والصابر على ما لم يحط به خبرة، دايما بيحسن الظن بالله، أكيد خير، المؤمن أمره كله خير. والمتوكلين هم المؤمنين بأن ربنا الوحيد النافع والضار، فبيلجأوا له في كل حاجة. وآخر حاجة لو في حرب إن هم بيسمعوا الكلام وما بيعملوش فتن. فانت هتغير هدفك دلوقتي لان ازاي ربنا يحبني ويرضى عليا، فتتسخر لك الدنيا باللي فيها والجنة باللي فيها. ولكن قبل ما نتكلم على الورد، ربنا قال لنا هو ما بيحبش مين، ولازم نبعد عن الصفات دي. منها ان الله لا يحب المعتدين، والمعتدين هنا ليها اكتر من شق: منها اللي بيعتدي على الناس بالظلم والباطل، ومنها اللي بيعتدي في الدعاء، زي اللي بيطلب حاجة حرام او هو ساجد مثلا بيعلي صوته في الدعاء فشوش على الناس اللي حواليه. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. ربنا سمعك من غير ما تعلي صوتك. تاني صفة: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والخوان هنا هو اللي بيخون الناس أو بيخون الأمانة اللي ربنا اداها أو بيخون العهد والوعد. والأثيم هو كثير الإثم متعمد. تالت صفة: إن الله لا يحب المفسدين. والمفسد هو اللي بيدعو للشر والذنوب والكبائر وبيشجع على كده. رابع صفة: إنه لا يحب الظالمين. والظالمين هم اللي بيظلموا نفسهم بارتكاب الكبائر أو بيظلموا نفسهم عموما أو بيظلموا غيرهم إذا كان بالقول أو بالفعل.
بعد كده إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المتكبر المعجب بنفسه اللي عنده العجب، اللي هو بيعمل كبائر أو بيعمل ذنوب عموما وعمال بيتباهى بكده وعمال بيحكيها للناس، أنا عملت وسويت وقلت وهكذا. إن الله لا يحب الفرحين، والآية دي كان مقصود بها قارون وقتها. ربنا ما بيحبش اللي بيعمل ذنوب من الكبائر أو يعصي ربنا ويفرح بكده، إنما إمتى تفرح؟ بفضل الله فليفرحوا. لأن هنا قارون كان بينسب دايما الفضل لنفسه، وده كان ذنب من الكبائر، فالناس قالوا له إن الله لا يحب الفرحين. آخر صفة فإن الله لا يحب الكافرين، وده غير المؤمن بالله. فاضل على رمضان 2 يوم وهو ده مدة الورد، ندخل على رمضان نضاف، وهيبقى في ورد تاني في رمضان هقول لكم عليه وقتها ان شاء الله. وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى دلك على ليلة القدر وخلاك تقوم الليلة وقدرك كله يتغير. هل الورد صعب؟ هو صعب شويتين، ولكن لما تستعين بالله كل حاجة تبقى سهلة. واستحمل ال2.5 دول هتلاقي قدرك كله اتغير بإذن الله. وخليه ثابت معاك بعد كده قبل كل رمضان بشهر أو ب2 أو ب3. الورد متقسم على أجزاء، ولكن لازم نواظب على الفرائض الأول، بعد كده نزود. ما ينفعش تبقى من المحسنين إلا لما تبقى من المتقين الأول. رقم 1 ال5 صلوات في الجامع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا دي أكتر حاجة بتمحي الذنوب وبتغفر الذنوب. كثرة الخطى إلى المساجد، من بيتك للجامع على كل خطوة بتاخد حسنة وبتتغفر لك سيئة، وكذلك وانت راجع وانت في قلب المسجد الملائكة بتدعي لك ان ربنا يغفر لك ذنوبك، والملائكة دعائها مستجاب. والصلاة في جماعة ب27 درجة. ابدأ يومك بصلاة الفجر حاضر، ابدأ اليوم وانت في معية الله. في حديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان اللي يصلي الفجر حاضر في جماعة بيبقى في معية الله، في حماية ربنا، بل معاك براءة من النفاق، بل اتحسبت لك ثواب قيام الليل كله. طب لو مش عارف تواظب على الصلاة في جماعة في الجامع، هقول لك على طريقة نفعت معايا. يعني مثلا انت لو بتصلي الظهر دلوقتي لوحدك هتصليها في قد ايه؟ تقريبا دقيقة او دقيقتين، صح كده؟ طيب عايز الصلاة اللي بتاخد منك من دقيقة لدقيقتين دي تاخد معاك من تلت ساعة لنص ساعة. نفسك اللي بتكسلك وبتقولك ما تنزلش هتبوس ايدك وتقولك ارجوك انزل صلي في الجامع. وعرفت ان انت طول ما انت واقف قدام ربنا فترة طويلة انت بتكتسب وبتتعرض لانوار الهية لا تتخيلها. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. وفي آية تانية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نفسك ما تستحملش الأنوار دي، وقوفك قدام ربنا فترات طويلة بتخليها تخضع. وده اللي المفروض تصليه في ركعتين سنة في أي وقت، تكتسب نور يعينك على نفسك. تاني حاجة، أنا مرت عليا فترة كنت تعبان جدا فنزلت صليت ال5 صلوات في الجامع، مفيش يومين بالظبط، وشفت رؤية إن كان في جن فعلا متسلط عليا واتحرق. ما يستحملوش برضو الانوار العاليه دي، بل صلاتك في الجامع في جماعه تكتسب انوار اكتر بكتير من اللي هتصليها بينك وبين نفسك ب27 درجه. رقم 2 بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب تاج الذكر 100 مره. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك اللي يواظب عليها في حمايه من الشيطان، وعن تجربه فعلا لمده شهر انا حسيت الشيطان زهق مني. رقم 3 بعد كل صلاة بتقول أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد كده سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تاج الذكر مرة اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل دي حسنات وأنوار أنت لا تتخيلها. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اللي يقول التسبيحات دي بعد كل صلاة تتغفر ذنوبه. بعدها آية الكرسي مرة، وسيدنا النبي قال لك أنت لو مت بعد قرايتك لآية الكرسي أنت هتدخل الجنة. بعدها ترفع ايدك وتتعب كل اللي انت نفسك فيه، ودايما خلي في دعوه ثابته معاك، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. هتاخد على كل واحد فيهم حسنه، شوف كم مليار. طيب خلصنا الصلاة والتسبيحات. رقم 4 سنن الصلوات. خلاص خلصت الفرائض، خش على الإحسان بقى. أنا عايز أزود، أنا عايز ربنا يحبني ويرضى عليا، وإن حبك ورضي عليك هيسخر لك جنوده كلهم وهيديك كل حاجة. ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 في 2، وفي ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان مواظب عليه. هم 2 يوم استحملهم، وبقول لك إن شاء الله حالك كله هيتغير، بس لسه عايزين حسنات اكتر وانوار اكتر، وعايزين ربنا يحبنا اكتر. رقم 5 بعد كل صلاة جزء من القرآن. مش لازم بعد الصلاة على طول، معاك مثلا من الظهر للعصر، معاك الفترة دي كلها اقرا في اي وقت فيهم. يبقى انت ختمت القرآن في كام يوم؟ في 6 ايام، وبتدبر ثوابه اكتر بكتير، واتكلمت عن التدبر قبل كده. طيب البنات اللي مش هتعرف تصلي في الجامع، لو عرفتي تمام، ما عرفتيش خلاص في جماعه في البيت. وعموما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. طب دلوقتي انا صليت الفرض وصليت السنه وقلت التسبيحات وقريت جزء من القران، هتشتري المسبحه دي، وطول ما انت قاعد، طول ما انت ماشي، طول ما انت بتعمل ايا كان في سرك استغفر الله. عايزك توصل للازم الاستغفار، يعني ما بين الظهر والعصر لازم في استغفار ولو مره واحده، ما بين العصر والمغرب لازم في استغفار. عايزك توصل للازم الاستغفار طول اليوم، طبعا الا لو في حاجه ضروريه بتعملها، بتصلي، بتاكل، بتشتغل، بتعمل ايا كان، بتخلص وبتكمل تاني الاستغفار.
وفي سرك اوصل لاكبر عدد ممكن، مش عايزين رقم معين، باستثناء يوم الجمعه، من ليله الجمعه اللي هو الخميس بالليل من بعد المغرب لحد الجمعه لحد اخر اليوم معاك الصلاه الابراهيميه، وفي سرك برضه بنفس الطريقه بتاعه الاستغفار. عايزين نجعل دعائنا كله الصلاه على النبي في اليوم ده. رقم 7 هتوصل للثلث الاخير من الليل. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي 11 ركعه 2 في 2 ما عدا الوتر ركعه واحده، او كان بيصلي الشفع والوتر مع بعض. الثلث الاخير بيبدا من الساعه كام؟ من الساعه 1:10 بتوقيت مصر، يعني قبل الفجر ب4 ساعات. ما بتعرفش تصحى من النوم، اسهر للساعة 1 وصلي ال11 ركعة وطول في ركعتين منهم، اقرا مثلا فيهم الجزء اللي هو المفروض تقراه بعد صلاة العشاء. رقم 8 في دعاء مجمع هسيبهولك في وصف الفيديو وفي اول كومنت، عبارة عن استغفار ودعاء بخير الدنيا والآخرة والثناء على الله وهكذا. وده اصلا الوقت بتاع الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل في الثلث الاخير من الليل. وعوض قلة النوم بساعة او 2 قبل الفجر وساعتين بعد الفجر وساعتين في العصر، كده 6 ساعات انت مش محتاج غيرهم. رقم 9 لازم صدقة يوميا ولو بحاجة بسيطة قوي، كل واحد على حسب مقدرته. لو ما كانش فلوس يبقى اكل او شرب، او تاكل او تشرب حيوان، ولو انك تاكل قطه حتى، او في برامج زي فودافون واتصالات ممكن تتبرع لمؤسسات خيريه ولو بمبلغ بسيط قوي، او انك تعلم حد اي حاجه. في ملاكين بينزلوا يوميا بيقولوا اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا، خلي الدعوه الاولانيه تصيبك. رقم 10 والاخيره الصيام، اثنين وخميس، كل يوم بتصوم لوجه الله، ربنا بيعوضك مكافاه خاصه وبيبعدك عن النار، ويبقى نيتك في كل اللي انت بتعمله ده لله، وان ربنا يحبك ويرضى عنك ويبقى خالصه لله. واعرف ان الدنيا من جنود ربنا والفلوس من جنود ربنا، فان ربنا رضي عنك وحبك هيسخر لك جنوده. فحاول تكسب رضا ربنا وتبعد عن الكبائر، اهم حاجه. ولو في حد عنده ذنب مش عارف يبطله، مع قرايتك لجزء من القران بعد كل صلاه الذنب ده هيبقى من الماضي. وإن كنت بتحب الله ورسوله فعلا اثبت ده، الكلام مش كفاية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ربنا ما بيحبش الكلام، بيحب الفعل. اثبت اللي انت بتقوله، ما تقولش ان انت بتحبني، اثبت ده. ومهما وقعت قوم وكمل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو رجعنا كام آية لورا هتلاقي إن ربنا بيتكلم عن المتقين، بيقول لك إن حتى المتقين بيقعوا في الكبائر، مفيش حد معصوم، ولكن دول لما بيقعوا بيقوموا بسرعة وبيكملوا. عامل زي اللي بيجري في سباق وقع بيقوم تاني أنا آسف وبيكمل، وقع تاني أنا آسف وبيكمل، واعرف إن ربنا هيقبلك مهما عملت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا بيقول لك ما تيأسش وقوم كمل. وفي آية تانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ربنا سامحك أصلا، أنت بس قلت استغفر الله ربنا سامحك. ربنا بيشجعك بيقول لك لو وقعت استغفر وقوم كمل سامحتك. وخليك عارف ان انت انسان ضعيف، وارد ان انت تقع، ما تقعدش تعيط وقاعد، قوم وكمل. وحاول ما تكررهاش وشوف ايه اللي بيوقعك فيها اصلا، لازم في سبب، شوف ايه اللي بيوقعك فيها وابعد عنه. وسيدنا عمر بيقول لك اعتزل ما يؤذيك، ومهما وقعت قوم وكمل لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. ده اسمه جهاد النفس، وسيدنا النبي قال لنا ده اعظم جهاد. صدقني مع مواظبتك على جزء من القرآن بعد كل صلاة وإنك تطول في الوقوف قدام ربنا، نفسك مش هتستحمل. نفسك حلها إن أنت تشغلها وإن أنت تعرضها لأنوار ربنا، هتخضع ومش هتستحمل. وأهم حاجة لما الدنيا تجيلك زحف ما تبوظش الدنيا تاني.